شرد. الحارس وراي. والله إني أسرع من الواي فاي. أنا وش قلت؟ ما بدي أتنفس. العيال لحقيني كني موزة. أيوة. كل شيء محسوب يا جماعة، لا تشيلونها. هذه نطة محسوبة، بس الأرض ما كانت متعاونة. يا هلا والله ومرحب بالمتابعين، عبود معاكم. اليوم فلوق حماسي في الغابة، جهزوا نفسكم. شوفوا وش لقيت. غزال، صرنا ربع أنا وياه، وقلت له أموت عشانه بعد. هو بعد قال لي ممكن يموت عشاني، وصدق. سبحان الله، أحيانا الصداقة كذا تصير. كان مزيون قبل الشوي، وبعد الشوي صار أزين. والله لذيذ. يا ساتر، أكلت أكل ثقيل، لازم لي مشروب غازي يهضم الشغلة ذي. طيب، بلفلف في الغابة أدور لي أي مشروب غازي يناسينه البشر هني. الحين بمارس هوايتي المفضلة، تخويف البشر. أموت في المقالب. يزين تخويف البشر، والله إنها أمتع هواية عندي. بتمشى في الغابة أدور لي شيء مسلي ثاني. حلو، لقيت اللي أحبه، وهذه هدية لكل من يتابعنا ويفعل زر الجرس. كذا نكون خلصنا فلوق اليوم. لا تنسون تسوون لايك وتنتظرون الفلوقات الجاية. مع السلامة. أهلا وسهلا بالغالين. اليوم قررت أدور على أصحاب جدد في هالغابة، متحمس مرة أشوف من بلاقي. شوفوا مين لقيت. هذا الأرنب صار صاحبي، وأنا مستعد أموت عشانه. هو كمان قال لي إنه ممكن يموت عشاني، قلت له أوكي. والله وحشني هالمزيون. أكشون مرة حلو. يا هلا بالربع، معاكو عبود، قرد بس بكاريزما. اليوم بسوي لكم فلوق عن حياتي، لا تحكمون من أول موزة. هذه نطة محسوبة، بس الأرض ما كانت متعاونة. أنا قاعد أخطط اليوم تاريخي وهم يطاردوني كني موزة متحركة. سارة لا جديد، مزاجها أسوأ من الجو في أغسطس. أنا ما أسرق، أنا أذوق، والطفل يشاركني التجربة. أنا ما أتصور عشان الشهرة، أنا الشهرة تتصور عشاني. يقولون القرود ما تحب، بس عبود قلبه رومانسي لو تدري. هذه تفاحة جامعية، بس الموز دايم هو الأصل. تفتيش روتيني، لازم أتأكد إن الجيران ما جابوا موز أكثر مني. في شيء اسمه راحة نفسية، وأنا ألاقيها في أول قضمة. خلاص يكفي فلوق، بروح ألاحق الموزة الحقيقية. اسمعوني زين، اليوم عندنا مهمة خاصة، خطة موزية سرويا جدا. كل شيء محسوب، خريطة، أدوات، وخطة هروب جاهزة. ذاك هو الهدف، سلة الموز الذهبية. لازم أكون خفيف مثل النسمة. أو لا، الحبل ما تعاون، أرسلوا دعم جوي. الخطة بي نزحف مثل الحرب. أنا قرد، بس قرد تكتيكي. بوم، طحت بس مو مهم، المهم أخذت موزة قبل لا يشوفوني. شرد.
الحارس وراي. والله إني أسرع من الواي فاي. ما توقعت أرجع أركب دراجة، بس مضطر يا جماعة. كانت عملية خطرة، بس المكافأة موزة من الدرجة الأولى. لا تحاولون تسوون زيي إلا إذا كنتم عبود ومعاكم موزة احتياط. إذا عجبكم الفلوق أعطوني لايك، وإلا بجي أسرق موزتكم. يا هلا بالربع. عبود معاكم. اليوم أعلمكم كيف تصيرون مؤثرين. تابعوني. أول شيء لازم لبسك يقول أنا فاهم بس ماني مهتم. الكادر لا يهم، أهم شيء الهالة. خلي الكاميرا ترتج. لازم انترو يخوفهم شوي عشان يركزون معك. لازم تصارخ عشان تحسسك إنك مهم حتى لو ما تقول شيء. لقد قمت بتحدي خطير. لقد أكلت موزة كاملة. لا تحاول القيام بذلك. هذا الفلوق برعاية حجر 3000، أقوى حجر في السوق. كل ما زادت العشوائية كل ما حسوا إنك فنان. اشترك، سو لايك، فعل التنبيهات، أعطني موزة. أحيانا لازم تدمع شوي عشان تزيد المشاهدات. يا قلبي. أنا عبود، علمتك كل شيء والباقي عليك يا نجم. أهلا وسهلا بالجميع. عبود معاكو بيعطيكم نصايح ذهبية للحياة، بس لا تسوون زيي. أول نصيحة، النظافة من الإيمان يا جماعة. لازم تهتمون بنظافتكم الشخصية كل يوم، بس أنا عندي أولويات ثانية. النصيحة الثانية، اهتموا بأكلكم. لازم أكل صحي، خضار وفواكه طازجة عشان صحتكم. أنا أكل اللي ألقاه، ما أتدلع. النصيحة الثالثة، لازم تتواصلون مع الناس، تبنون علاقات، تكونون اجتماعيين. بس أنا ما أحب أزعج أحد. النصيحة الرابعة، الهدوء والسكينة أهم شيء في الحياة. لازم تلاقون مكانكم الهادي وتسترخون. أنا الهدوء يجيني لما أطلع اللي بقلبي. النصيحة الخامسة، لازم تواكبون التكنولوجيا. العالم يتطور، لا تخلون شيء يفوتكم. أنا التكنولوجيا حقتي هي الحجر. النصيحة السادسة، وفروا فلوسكم، لا تضيعونها، خلوها ليومكم اللي تحتاجونها فيه. كونوا أذكياء ماليا. أنا إذا ما كان موزة فهو زبالة. النصيحة السابعة، نظموا وقتكم، كونوا دقيقين، استخدموا جدول، لا تضيعون لحظاتكم الثمينة. شوف ذا الصغير وين رايح، سو بطيء، يا سلام. النصيحة الثامنة، كيف تديرون التوتر. اهدوا، لا تخلون الأمور الصغيرة تزعجكم، حافظوا على برودكم. اطلع يا ذبابة غبية. هذه كانت نصايح عبود لكم. تذكروا، لا تسوون زيي. مع السلامة. يا هلا والله بمتابعين الرهيبين، معاكم عبود. اليوم عندنا فلوق مرة خاص. بقدم لكم واحد جديد راح تحبوه جدا. جهزوا نفسكم. وش ذا المكان؟ وش ذا؟ أرضيات ناعمة بزيادة وطيور حديد غريبة في السماء. هذا محير. أحس كأني المفروض ألاقي حفرة في الجدار أو شيء. طيب وين هو؟ المفروض يكون هنا. مسعود. هذا هو مسعود. مسعود يا رجال. أبود يا ثقل الدم. يا جماعة الخير، اهدوا. هذا مسعود. عبود تكلم عني كثير، بس الحين تشوفون الأصلي. مولود في البر ومتربي على الكوميديا ودائما جاهز للوناسة. يا رجال مسعود ذا أسطورة. مرة كنا في الجبل نلاحق حيوان، صح؟ وطاح من صخرة كبيرة وتدحرج لين وصل قاع الوادي. بغيت أموت من الضحك. يا الحر، وش ده؟ كأن الشمس فوق راسي بالملي. ما في ظل هنا يا رجال، هذا صيف عادي. فروي ذا بيسيح، حر مو طبيعي. هذا اللي تسميه صيف؟ ايه تعود عليه. يا جماعة، هذا هو ختام فلوق التقديم الخرافي مع أخوي مسعود.
لا تنسون اللايك والاشتراك عشان تشوفون فوضى زيادة. نشوفكم في الفلوق الجاي. مع السلامة. يا حلو والله بالجميع، معكم عبود. اليوم عندنا تحدي غير. أنا ومسعود قررنا ندخل عالم الكوميديا البشرية، بنشوف كيف هالترندات تمشي. كفو يا عبود، كذا الكوميديا اللي عليها العلم، حطها هنا بالضبط. ماني فاهم ليش ما طحت؟ قشرة الموز هذه شكلها خربانة. شفت كيف؟ هذه الطيحة الصحيحة يا غبي. اسمع يا مسعود، عندنا فكرة بتكسر الدنيا. كاميرا خفية. مين بنسويها فيه؟ أتوقع الخطة بتنجح. يا ولد هذا مو طبيعي. هذا هو اللي خوفني. انقلبت المقلب عليك يا عبود. وش قاعد تقول يا مسعود؟ هذه مو الكلمات، هذا صوتك لما تكون جوعان بس. هذه مقادير الطبخة السرية يا مسعود. كلها طازجة. طازجة؟ هذه شكلها بقايا أكل من أسبوع. متأكد إنها طبخة بشرية؟ يا ولد وش ذا الطعم؟ كني أكلت تراب مع صابون. قلت لك يا عبود هذا مو أكل. ذوقك مضروب يا الشيف الفاشل. ابتسم يا مسعود زي البشر. كذا كويس. القبعة الزابطة. شكل الكوميديا حقت البشر شوي مختلفة عن حقتنا يا مسعود. بالضبط يا عبود، احنا خلقنا نكسر الدنيا بفوضنا الطبيعية مو بالتمثيل. لا تنسون اللايك والاشتراك عشان تشوفون فوضى زيادة ومغامراتنا اللي على أصولها. نشوفكم في الفلوج الجاي. مع السلامة. هلا والله بالمتابعين. عبود معاكم. اليوم تعرفت على صديق جديد والصراحة مستعد أموت عشانه، وهو كمان قال لي إنه مستعد يموت عشاني. قلت له أوكي ما في مشكلة. ما شاء الله، حلو وهو عايش وأحلى وهو ميت. أهلا وسهلا بالجميع، عبود معاكم. اليوم بقول لكم على أشياء تعصبني وتجيب لي شلل رباعي. الأول، أنا نايم ويجيني واحد يصحيني ويقول لي أنت نايم؟ لا، مغمى علي. ثاني حاجة، لما أكون نازل من عند الدكتور ويقولوا لي كتب لك على دواء، لا والله كتب لي على كيمو كونو. لما أدخل قروب ويقولوا لي إيش جيت؟ لا لسه ما جيت، هذه نسخة هاي كوبي مني. لما أشكي لك همي وتقول لي والله أنا أكثر منك. يا أخي أنا أفضفض لك، مو أتحداك ولا أتنافس معاك. لما أشتكي لأحد ويقول لي معلش يا أخي أنا مدري إيش كنت بسوي بدونك، أنت بلسم يا أخي. لما حد يدق الباب وأسأله مين يقول لي أنا. عرفتك كذا. يا أخي قول اسمك. أحد يرن علي وأكنسل ويرن ثاني. يعني أنت لما ترن ثاني أنا بأفضى مثلا ولا شغلي بيخلص؟ يوم أتصل على واحد أقول له وينك؟ فينك؟ يقول لي في مشوار. شكرا على المعلومة. ولما أحد يشوف الفيديو وما يسوي لايك ولا يشترك بالقناة، إيه اللي مانعك يا أخي؟ يا هلا والله بالمتابعين. عبود ومسعود معاكم. لقينا ده في الغابة وصار صديقنا الجديد، سميناه زغلول. اليوم بنتعلم كيف نسوي بانيه الدجاج، ومحدش يسألني عن زغلول، ما أدري وين راح. المقادير بسيطة، لحم ويفضل يكون ديك. نرش عليه البهارات كذا وبعدين نسويها، سهلة. والله افتقد زغلول فعلا، رحمه الله. اقصد ان شاء الله نلقاه. انتظرونا في الفيديو القادم، ندور صديق جديد بدال زغلول. متحمس أشوف مين التالي. يا هلا والله بالجميع، مسعود معكم مطي الشرياء. اليوم عندي أسئلة غريبة للناس. مين اخترع الإنترنت؟ أظن واحد فاضي قال خلني أسوي شيء يضيع وقت الناس. سؤال ثاني، ما هي عاصمة إسبانيا؟ عاصمة إسبانيا هي البرازيل. كم رجل للنملة؟ فكر زين. النملة أكيد عندها 4 أرجل. بما أني قرد، من هو أذكى حيوان في العالم؟ أذكى حيوان؟ الدولفين. إيش تتوقع وظيفتي؟
أتوقع وظيفتك سواق باص. يا جماعة عالم البشر صعب، شكلهم ما يعرفون شيء. لا تنسون اللايك والاشتراك عشان تشوفون معلومات أكثر أو أقل. مع السلامة. يا حلا والله بالجميع في بودكاست مع مسعود. اليوم ضيفنا الغالي عبود. عبود، بما انك ضيفنا اليوم لازم نسألك عن زغلول. فين راح زغلول؟ زغلول؟ مين زغلول؟ ما أعرف أحد بهذا الاسم، يمكن راح يتمشى. طيب عبود، وش أغرب أكلة أكلتها في حياتك؟ أغرب أكلة؟ مرة أكلت حذاء مسعود القديم، كان لذيذ. عبود، وش نصيحتك للمتابعين في الحياة؟ نصيحتي إذا شفت موزة لا تفكر، كلها على طول. وإذا شفت إنسان اهرب. طيب قول أنت، وش أسوأ عادة عندك؟ أسوأ عادة؟ إني ما أقدر أقاوم الموز، مستعد أسوي أي شيء عشانه. عبود، وش أكثر شيء يخوفك في الحياة؟ أكثر شيء يخوفني لما أكون ماشي لحالي وأسمع صوت الصمت. يا عبود، هل لديك موهبة مخفية؟ دعني أرى. أحسن مقلب عملته. أنا خبأت كل الموز تحت صخرة كبيرة. عبود، وش طموحاتك للمستقبل؟ طموحاتي؟ إني ألاقي موز أكثر وأشجار أكبر عشان أتسلقها. تحدي الأسئلة السريعة، موز ولا تفاح؟ موز. شجرة ولا صخرة؟ شجرة. نوم ولا أكل؟ أكل. عبود، ممكن تغني لنا أغنية ختام البودكاست؟ بودكاست مسعود يا جماعة. عبود، وش نصيحتك الأخيرة للمتابعين قبل ما نختم؟ نصيحتي الأخيرة، لا تثق في أي أحد يقول لك أنا ما أكلت موزك. وبكذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من بودكاست مع مسعود. شكرا عبود على هالحلقة الرهيبة. العفو، نورتونا. لا تنسون اللايك والاشتراك. نشوفكم في حلقة جديدة. يا مسعود، جاتني فكرة، حنبني بيت. شوف يا عبود، التصميم هذا محكم. وش فيك تضحك يا مسود؟ تعال ساعدني بدل الضحك. يا مسعود، الجدار هذا هذا السقف يا مسعود. يا إلهي ما هذا؟ سقف طائر. هذا اختراع جديد. هذا كنبة وهذه طاولة. يا أخي كل شيء يطيح. لا يا عبود، هذا تصميم حديث، كل شيء لازم يكون حر. يا جماعة أخيرا خلصنا، هذا بيت الأحلام. إبداع يا عبود، ما حد سواها قبلنا. خلينا نشوف المتانة. يا إلهي ماذا حدث؟ بيت مؤقت. وش نقول للمتابعين الحين؟ نقول لهم فشلنا في البناء. صراحة يا مسعود، النوم في الشجرة أحسن وأريح. ليش نتعب نفسنا؟ يا أخوك راحتنا هي أهم شيء. بس لا تشيل هم، عندنا أفكار جديدة للمغامرات الجاية. صح يا مسعود؟ أكيد يا عبود، كل يوم جديد. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب عشان تشوفوا مبانينا، أقصد مغامراتنا الجاية. مع السلامة. يا هلا والله بالجميع، عبود ومسعود معاكم. اليوم حلقة أسئلتكم يا جماعة، استعدوا للضحك. سؤال من أبو فواز، وش أغرب شيء أكلته؟ أنا أكلت جوال عبود القديم. يا كذاب. سؤال من إنسان عادي، كيف تتعاملون مع البشر؟ مع البشر إحنا موجودين وهم يدورون علينا. سؤال من أبو زكاء، مين الأذكى فيكم؟ أنا. لا أنا اخترعت طريقة عشان أجيب الموز من فوق الشجرة بلفة. وأنا اخترعت طريقة عشان أسرق الموز من تحتك وأنت نايم. سؤال من مستقبل أندرسكور مشرق، وش خطتكم للمستقبل؟ خططنا نلاقي موز أكثر وبس، هذا هو المستقبل. سؤال من فنان المقالب، إيش أفضل مقلب سويته؟ أفضل مقلب يوم خبينا كل الموز في الغابة تحت صخرة كبيرة، كلهم كانوا يدورون وما حد لقاه. إيش أسوأ عادة عندك؟ إني ما أعرف أقول لا. سؤال من مختبئ في الغابة، ما هو أفضل مكان للاختباء من البشر؟ أفضل مكان؟ هذا سر المهنة يا صديقي. سؤال من صديق أندرسكور الحيوان، وش نصيحتكم للحيوانات الأخرى عشان يعيشون بسعادة؟ نصيحتي لا تثقوا بالبشر اللي يجيبون لكم موز مجانا، في شيء غلط. فورست أندرسكور إكسبلورر بيقول أغرب شيء لقيتوه في الغابة؟ أغرب شيء مرة لقينا جوال عبود القديم وكان شغال. كذاب. أكيد أنا الأكبر. لا
أنا الأذكى والأحلى. يا نصاب. سؤال من ملوان جدا، ايش تسوون لما تحسون بالملل؟ لما أطفش أروح أصحي عبود من نومه وأخبي موزة. يا كذاب. هذا شغل. وش جوك المفضل؟ إذا غيم الجو عشان ما حد يشوف مقالبي. سؤال من close_friend، كلمة توصف فيها خويك. عبود كذاب. ومسعود حرامي موز. سؤال من أوفى متابع، وش كلمتكم الأخيرة لنا؟ رسالتنا دور موز كلوه ناموزين. ولا تصدقون شيء يقوله عبود. ومع السلامة وصلنا لنهاية حلقتنا للأسئلة السريعة، يعطيكم العافية. لا تنسون اللايك والسبسكرايب، نشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة. يا هلا والله، عبود ومسعود مسافرين. وين؟ على العراق يا جماعة، استعدوا للمغامرة. شوف يا مسعود، الأرض صغيرة منا، وين العراق؟ هذا زر الموز ولا زر الطيارة؟ وصلنا. هذه الموصل؟ وين الغابة؟ لا يا عبود، هذا مطار. شوف كيف الناس تناظرنا. شوف يا مسعود، شجر عالي فيه موز. هذا نخل يا عبود، يمكن فيه تمر. يلا نتسلق. مسعود، وش تسوي؟ لا تفضحنا. هذا اختبار جودة يا عبود. يا الله، هذا مو شيء، هذا نر. هذا الشيء العراقي يا عبود، محقق. وين السمك؟ ليش ما يجي؟ كذا ما تصيد شيء يا عبود، بس تبلل نفسك. يا مسعود، وش ذا؟ سمكة عملاقة. هذه أكلتهم المفضلة، شكلها لذيذة. شوف كيف يرقصون، خلنا نجرب. ما انت براقص يا عبود، خليك على الموز. وش يقول ذا يا مسعود؟ ما فهمت ولا كلمة. ولا أنا. يمكن يتكلم لغة الموز. هذه بيوت قديمة مرة يا مسعود. مين كان يعيش هنا؟ يمكن كانوا عمالقة. شوف الجدران كيف كبيرة. أنا أغني أفضل منهم، استمع. صوتك يشبه قرد يسرق الموز. يا مسعود، وش هذا؟ خوفتني. بس ورقة شجر يا عبود، أنت خواف. خذها يا مسعود. هاتها يا عبود. ما شاء الله، تبارك الرحمن، كرم حاتمي. كذا نكون خلصنا مغامرتنا في العراق. بلد جميل وناس أطيب، صح يا مسعود؟ صحيح. نشوفكم في مغامرة جديدة. مع السلامة. يا هلا والله بالجميع، عبود ومسعود معاكم لسه في العراق، واليوم بنروح شارع المتنبي. والله إذا عرفت أقرأ كان اشتريت كتاب عن الشوفان. أنا بشتري دفتر راح أكتب فيه مذكرات هروبي من الغابة، وبعدها بنروح نجرب الكباب العراقي. هذا مو لحم، هذه قصيدة. إذا الكباب العراقي كذا، قل وداعا للموز. هيا بنا إلى نصب الحرية. هذه التماثيل أحسن منا، ساكتة وما تسوي دراما. نزلت صورتي مع الأبطال، لا تسأل وش المناسبة. الحين بنروح نذوق الدولمة. انتم تحشون الرز داخل ورق الشجر، احنا في الغابة نرش عليه تراب. هذا أكل يخلي القرد شاعر. يلا نروح الأهوار. شاي ممتاز يا مسعود. والقارب هذا ما شاء الله يمشي مثل الحلاوة. وش هذا؟ طعمه كأنه جذع شجرة. هذا ما تشربه إلا إذا كنت عطشان بالغصب. يلا نروح لزقورة أور. يا أخي تعبت. شد حيلك، قربنا نوصل. بارد ومالح. إيش هالشي الغريب؟ كأني نظفت الجهاز الهضمي. يلا نروح قلعة أربيل. يا قرد على قلعة، مهوب حلم حقيقة. لو أسكن هنا أطلب موز من توصيل حمورابي. الحين بنروح نشوف بيت بغدادي. شوف عبود، شوف النقوش هذه اللي على الجدران. الله يا مسعود، المكان هذا مرة حلو. يا الله، هذا أحلى من العسل. وين كانوا مخبينها؟ هذه تخلي القرد يسوي دايت. يلا نشوف أي حيوان بالشارع. يا مسعود، شوف هذه البسة، كأنها بسة برية. بس هذه ما هي خايفة منا، خلنا نشوف لنا تكسي.
يا مسعود هذا بيت يمشي، كيف ندخل؟ هذا تاكسي يا عبود، خلنا نجرب ملابسهم. شوف مسعود صرنا عراقيين. شكلك مهرج. يلا نكمل المغامرة. يا مسعود هذا بيت يمشي، كيف ندخل؟ هذا تاكسي يا عبود، خلنا نجرب ملابسهم. يا هلا والله بالجميع. عبود ومسعود في اليمن. اليوم بنروح سوق صنعاء القديمة. أهلا وسهلا. إحنا الآن في صنعاء القديمة وبنروح سوق صنعاء القديم. صحيح. وش ذي الروايح؟ يبي لها مشروب. الحين بنجرب السلتة. يا مسعود السلتة هذه طعمها قوي مرة، واضح فيها الحلبة. وش ذا البيت اللي طالع من الحجر؟ يمكن داخله موز. الحين بنجرب مشروب القشر. يا الله وش ذا الطعم، مرة حلو. هذا القشر يا عبود، يلا على شبام. يا الله شوف هالبيوت كأنها ناطحات سحاب من طين. الحين بنذوق حلاوة بنت الصحن. يا الله هذا أحلى من العسل. الحين بنروح قلعة صيرة. يا مسعود تدري إن القلعة هذه بنوها عشان يحطون فيها الكنز حق علي بابا؟ ها؟ صدق يا عبود؟ أجل وينه الحين؟ يا الله هذا أحسن من أي موز. هذا لحم على أصوله. الحين بنروح وادي حضرموت. يا الله هذه البيوت كيف سواها، طويلة مرة. الحين بنجرب القهوة اليمنية. وش ذا يا مسعود؟ هذا طال عمرك قهوة يمنية. طال عمرك هذه القهوة اليمنية، تعدل مزاجك. يا مسعود شوف البيوت هذه كيف طالعة في الجبال، أهلها أقوياء. الحين بنرجع نذوق حلاوة بنت الصحن. يا الله يا مسعود كل مكان هنا له قصة. إيش قصة النافورة هذه؟ قصتها يمكن كانوا عطشانين وما لقوا موز. يا مسعود وش ذا؟ خرعتني. هذه ورقة بس يا عبود. خواف. هكذا أنهينا مغامرتنا في اليمن، بلد جميل وأهله أطيب الناس. صح يا مسعود؟ صح. أهل الكرم والجود. نشوفكم في مغامرة جديدة. مع السلامة. اسمعوا، اليوم بنسوي شيء ما حد سواه من قبل. بندخل بيت مهجور بعد نص الليل. ليش ما نروح بيت مكيف؟ هذا مو بيت، هذا قبر مفتوح. لا تخاف، بس 10 دقائق تصوير. يا رجال أنا أخاف من ظلي. دخلنا. الريحة كأن أحد ميت من زمان. والله إنه جني صغير. وش ذا يا مسعود؟ ما أدري يا عبود. لو حط طلع بنهرب برعب ونتركه. ما في هوا هنا. كيف انفتح؟ أنا ما فيني دم أدور الجواب. سمعت عمري ينقص. هذا يتحرك لحاله ولا أنا اللي أهتز؟ أقسم بالله في شيء هناك. صك الباب وادعي نطلع سالمين. ليش الباب مقفول؟ عشان الشبح قال اقفلوهم. أنا ما سجلت أطفال، أنا ما سجلت حياتي أصلاً. طحت من الخوف ولا من البلاط؟ من كل شيء. شفت ولا تهيأ لي؟ ما أدري، بس لا تعيدها. لو طلع شيء يلا نتصالح قدام ربنا. أنا متصالح مع خوفي خلاص. يا ولد إيش ذا الصوت؟
اسكت اسكت، لا يسمعنا. خلاص شكله ما يبي نطلع. أنا أطلع من الشباك لو صار. انت حركت ذا؟ وش أنا؟ ثلاجة؟ وش ذا الصوت يا مسعود؟ مدري يا عبود، أنا خايف. ابغى اطلع. اشتقت لامي. استرجل شوي. لازم نفتحه. لازم نهرب منه. أجر. أركض، أنا سبقتك. لا توقف لا توقف. نسيت كيف أتنفس. هل نجونا؟ جسدي نجا، لكن عقلي لا يزال هناك. تجربة رعب ما تتكرر. تتكرر بدون أي. يا هلا والله بالجميع، عبود ومسعود معاكم. اليوم عندنا فلوج جديد وحماسي. يا طويل العمر، سؤال مهم جدا. لو كنت موزة تفضل الناس يقشرونك من فوق ولا من تحت؟ من فوق. طبيعي. واضح انه تقشر في الدنيا دي من زمان. أقل أنت موزة منتهية الصلاحية. لو صحيت يوم ولقيت نفسك ثوم تنحط فيه كبسة ولا فتوش؟ ولا شيء. كنت حتى الثوم عنده كرامة، تعلم منه. لو كان عندك زر يختار تصير غسالة أو خلاط، إيش تختار؟ غسالة يمكن. أنا أرتب أكثر. واضح أنها تنظف الناس قبل أن يرتكبوا الأخطاء وتنشفهم بالكلام. لو شفت جرجير في الثلاجة يضحك الساعة 3 الفجر، إيش ردة فعلك؟ أسكرها وارجع أنام. اي والله، نوم العافية أبرك من جرجير يضحك. لو عبود قرد يحب الكنافة ايش تنصحه؟ يخلي الكنافة في حالها. لو اكتشفت انك كرتون وش اول شيء تسويه؟ أدور الريموت. الله، تفكير تقني يا بطل. بس انتبه لا أحد يضغط ميوت. ودك تكلم الحيوانات ولا تشوف المستقبل؟ ودي أشوف المستقبل. ودك تتكلم مع الحيوانات ولا تشوف المستقبل؟ ودي أشوف المستقبل. أكيد للهروب من الحاضر. والله الحاضر يحتاج قنبلة موقوتة. شوف يا عبود، الرجال هناك يطالعنا غريب. لا يهمك يا مسعود، يمكن أول مرة يشوف قرد ذكي. واضح انه يحب الخدمة العامة. وش تحب اكثر؟ صوت الدجاجة وهي تزقزق ولا صوت الحين لما تموت الواي فاي؟ الثاني يخوف. الحضارة. الواي فاي اهم من الدجاج. لو الكوتشي يتكلم ايش تتوقع يقول لك؟ خلاص يا ابن الحلال مشي. عاد هذا من نوع الناس اللي يدورون اي شيء يتكلم معاهم. وش تحس بيصير لو كل الناس صاروا قرود؟ ما راح يتغير شيء. عاد يتكلم عن نفسه شكله. لو كان عندك قرد صديقك وش بتسميه؟ عبود. عاد يتكلم عن نفسه شكله. يا حبيبي ليش كذا؟ لا لو قابلت قردين في الشارع يسألونك أسئلة وش أول شيء تسوي؟ بضحك وأجاوب. أحسن رد اليوم. خلاص خذوا ضيف دايم في القناة. بس أنا القرد الوحيد اللي عنده مايك. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل التحديثات الجديدة. أشوفكم في الفلوج الجاي، مع السلامة.